كان عنوانها بسط النفوذ والسيطرة على الأحياء السكنية. سؤال: ازاي تحتل دولة من غير ما تضرب طلقة واحدة؟ ازاي حي هادي ومليان بالاشجار والخضرة ومظاهر التقدم والرقي والرفاهية هيتحول خلال 12 ساعة فقط لساحة حرب، ساحة مليئة بالغدر والخيانة والقتل؟ ده اللي بتحاول توضحه قصة النهاردة، اللي بتتكلم عن أخطر سلاح قادر إنه يدمر دول عظمى تدمير شامل. قصتنا بتبدأ في حي مابل في أمريكا، وتحديدا يوم الأحد في وقت الظهيرة. الحي بيبان قد إيه إنه راقي وجميل وهادئ، فالأطفال بيلعبوا وعربات الآيس كريم في كل مكان والجيران بيساعدوا بعض. لكن بيظهر شيء بيتحرك في السماء، فالأهالي بيقولوا إنه غالبا نيزك وبيكملوا شغلهم عادي لأنهم متعودين على كده. لكن بتبدأ تحصل أحداث غريبة بشكل متتابع. أولا، التليفون مش بيشتغل. ثانيا، الكهرباء بتفصل. ثالثا، الراديو كمان بيعطل. كل حدث من الأحداث دي طبيعي إنه يحصل، لكن لما كلهم بيحصلوا مع بعض فده بيدل إن في شيء غريب، في شيء مش مفهوم. فبيقرر أحد الجيران واللي اسمه بيتي قرار منطقي إنه يروح لحي فلورا، أحد الأحياء المجاورة ليهم، ويشوف هل عندهم نفس المشاكل ولا لأ. وبالفعل بيروح. قرار بسيط، لكن للأسف هو أول واحد هيندم عليه. خليك فاكر الشاكوش ده كويس عشان هنحتاجه بعدين. بنرجع لأهالي الحي اللي بيتجمعوا وبيقترحوا إننا برضه لازم نعمل حاجة، لأن مش طبيعي إن كل حاجة تفصل مرة واحدة، فلازم نروح لمركز المدينة ونبلغ الشرطة باللي حصل. بالفعل بيتطوع هذا الشخص اللي قدام حضرتك واللي اسمه براند إنه يروح يبلغ. فبيركب عربيته وبيشغلها، لكن مش بتشتغل. بيفصل تاني ويحاول يشغلها، برضه مش بتشتغل. طب إيه، هل فيها عطل؟ لا، ما فيهاش عطل. طب هل ما فيهاش بنزين؟ لا، ده انا لسه مفولها فيها بنزين. طب هل ليها علاقة بالاحداث اللي بتحصل؟ جايز. ومن هنا بيبدأ التوتر. فبراند بيصر على موقفه انه لازم يروح لمركز المدينة ويبلغ عن اللي حصل. فبيقرر انه ياخد جاره شارلي ويروحوا مشي. لكن بيوقفهم احد اطفال الحي واللي اسمه تومي، لما بيقول لهم مش هيخلوكم تروحوا تبلغوا. مين بقى دول يا تومي؟ فطوما بيقول ان الفضائيين هم اللي كانوا في المركبة اللي كانت من شوية في السماء واللي كانوا فاكرينها نيزك. فطوما بيقول لا، ده مش نيزك، دي مركبة فضاء. انا شفت الكلام ده في القصص اللي بقراها. طبعا ده طفل، يعني محدش هيهتم بكلامه قوي. فبراند بيقول لي يا تومي مفيش حاجة اسمها فضائيين، ده غالبا نيزك سبب مشكلة في الطاقة فأدت لحدوث كل المشاكل اللي احنا شايفينها. فهروح لمركز المدينة عشان أتأكد هل الافتراض ده صح ولا لأ. فاطمة بيصر على موقفه وبيقول له سيد براند انت مش هتقدر تغادر الحي، هما مش هيسمحوا لأي حد انه يغادر الا فقط الاشخاص اللي بيكونوا منهم وبيزرعوهم وسطنا واللي بيكونوا شبهنا جدا في كل حاجة. فبيبدأ اهل الحي يبصوا لبعضهم بصات فيها ريبة وشك، وكأنهم بيسألوا هل ممكن جاري اللي بتعامل معاه طول حياتي يكون فضائي؟ هل ممكن يكون دخيل علينا؟ وبيقطع تفكيرهم جار ليهم اسمه لاس اللي بيحاول يشغل عربيته لكنها مش بتشتغل، فبينزل منها ولكن فجأة بتشتغل. فأهل الحي بدأوا يسألوا هي ازاي اشتغلت من نفسها، وليه لاس ما كانش مهتم بحديثنا؟ هل هو الفضائي اللي بندور عليه؟ وطلعوا يجروا عشان يسألوا ازاي عربيتك الوحيدة اللي اشتغلت من دون العربيات كلها، لازم توضح لنا ازاي ده حصل. وبيبداوا يضغطوا عليه. فبيقول لبراند هو في ايه، انا مش فاهم حاجه. فبيشرح له الموقف كله وانهم شاكين انه فضائي. فبيقول لهم ايه اللي بتقولوه ده، هل ده مقلب؟ لكن العربيه بتشتغل تاني من غير ما حد يلمسها. فبيزيد الشكوك تجاهه اكتر. فبيقول لهم انتوا هتخلوني فضائي عشان عربيتي بتشتغل وتفصل لوحديها؟ انا برضو مستغرب زيكم، مش عارف ازاي ده حصل. انا جاركم من 5 سنين، ازاي تفكروا ان ممكن اضركم؟ فبتطلع الست الكركوبه دي وتقول له طب تفسر بايه اني بشوفك كل يوم الصبح بدري وانت قاعد بتبص للسماء زي ما يكون منتظر حاجه تيجي؟ فرد بعصبيه وقال لهم عشان انا مريض ارق فمش بقدر انام. هل ذنبي اني مريض ارق؟ جاوبوني، هل ذنبي اني مريض؟ وبيقرب منهم وبيقول لهم انتم مختلين عقليا، ربنا عارف اني بريء اني مظلوم. فبيبعدوا عنه وهم خايفين وبيبداوا يراقبوه من بعيد. وبيجي الليل وهم مستمرين في المراقبة. فبيتقدم براند عشان يعتذر للاس عن اللي حصل،
لكن بيبدأ شارلي يهاجمه بالكلام ويقول له طالما انت بتحاول تنهي الموضوع يبقى الأصح إننا نشك فيك انت يا براند. فبيكمل شخص تاني اسمه دون وبيقول صحيح يا براند، زوجتك ماريا كانت بتقول إنك بتصنع راديو في القابو، إيه اللي يخليك تصنع راديو؟ فبراند بيقول هل المفروض دلوقتي إننا نطلع خصوصياتنا للشارع؟ هل أصبحنا همجيين لتناقش حياتنا الخاصة في الشارع؟ فبيتقدم شارلي ويقول له رد على السؤال يا براند، أنت بتتواصل مع مين بالراديو ده؟ فماريا زوجة براند بتقول ده مجرد راديو عادي زي أي راديو، ممكن حتى تشوفوه وتتأكدوا. لكن براند بيرفض إن أي حد يخش بيته برير بمذكرة تفتيش، وبيبدأ يصرخ فيهم ويقول لهم أنتم بؤساء لدرجة إنكم عاوزين تتهموا أي حد بأي حاجة بدون دليل، والنتيجة إننا هنخلص على بعضنا. فبيسكتوا وبيحسوا إن كلام براند صح. لكن فجأة بيسمعوا خطوات حد جاي لكن مش شايفين هو مين. فبيقول للطفل تومي ده الوحش، ده الوحش. فبيجري دون بسرعة يجيب بندقية عشان يدافعوا عن نفسهم وبياخدها منه شارلي. وبنشوف الوحش اللي جاي فبنلاقي معاه شاكوش، ده مش وحش، ده بيوتي اللي راح يشوف الأوضاع في حي فلورا. لكن شارلي بيضرب عليه نار فبيسقط بيوتي وبيموت. وبكده شارلي قتل جاره وصديقه بيوتي. فبيفضل شارلي يقول ما كانش قصدي اني اقتله، كنت فاكره الوحش. لكن النور بيرجع تاني لبيت شارلي. فبيقول له دون ليه النور رجع لبيتك انت فقط؟ وبيبدأ لاس واللي كان بيقول عليهم من شوية مجانين لما اتهموه انه فضائي يفكر زيهم ويقول له يا شارلي انت سريع القتل وكمان سريع الاتهام، باين عليك انت الفضائي. فبيطلع يجري شارلي بسرعة عشان يدخل بيته لكنهم بيرموا عليه حجارة فبيتصاب. وبيفضل يقول أنا مش فضائي لكن أنا عارف مين هو الفضائي. وبمنتهى التردد بيقول إن الفضائي هو الطفل تومي لأن هو اللي كان عنده المعلومات. فبيجروا كلهم ورا تومي عشان يمسكوه لكن بيلاقوا بيت جار ليهم اسمه بوب بينور فبيقولوا بوب هو الفضائي لكن البيت بيطفي. بينور بيت دون فبيقولوا لا دون هو الفضائي لكن بيطفي. وبينور بيت تالت مختلف. فبيفضلوا يتهموا ببعض ويتهجموا على بعض، اللي يجيب بندقية واللي بيرمي حجارة على بيت جاره واللي بيضرب نار على صديقه. وبتعم الفوضى والهمجية والعشوائية. وبنشوف ان في حد بيراقبهم من بعيد وبيقول للمساعد بتاعه فهمت العملية الآن، كل ما عليك فعله هو تعطيل الهواتف والسيارات والراديو عنهم ثم أدخلهم في ظلمة لبضع ساعات واتركهم يتساءلون لماذا، ثم تلمح بوجود عدو بينهم ثم اتخذ مقعدا وشاهد الخطة. فالبشر هم أعداء أنفسهم سينهون بعضهم البعض دون أن نطلق رصاصة واحدة. سنطبق هذا المخطط شارع بشارع ومدينة بمدينة حتى نسيطر على هذا الكوكب بالكامل. والقصة بتخلص. القصة دي اتكتبت سنة 1960 وكانت بتوصف الشارع الأمريكي اللي عانى من أخطر حركة كانت هتدمر أمريكا في الوقت ده، الحركة الميكارثية. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي سنة 1947. لكن أمريكا كانت شايفة أنها أقوى دولة في العالم لأنها تمتلك أقوى سلاح في العالم واللي هو القنبلة الذرية. لحد ما في سنة 1949 فجر الاتحاد السوفيتي أول قنبلة ذرية ليه. وبالتالي بدأ الرعب ينتشر في الشارع الأمريكي. مين اللي سرب سر القنبلة الذرية؟ مين الجاسوس الخاين داخل الحكومة الأمريكية؟ وبدأت الأحداث تزيد أكتر وأكتر خلال الفترة دي. أحداث كلها بتدل إن في شبكة جواسيس تبع الاتحاد السوفيتي داخل الحكومة الأمريكية. فأصبح الشارع الأمريكي في حالة خوف شديد من تغلغل النفوذ الشيوعي داخل أمريكا. الرعب ده عرف وقتها بالرعب الأحمر. ونتيجة لكل ده ظهر على الساحة السيناتور الأمريكي يوزيف ميكارثي. ففي شهر فبراير سنة 1950 ألقى ميكارثي خطابات مدوية ادعى فيها أنه يمتلك قائمة تضم عشرات الأسماء للشيوعيين وجواسيس ينشطون داخل وزارة الخارجية الأمريكية. طب فين الدليل يا عم ميكارثي؟
مفيش دليل، هو فقط استغل حالة الخوف العام والتغطية الإعلامية ليتصدر المشهد السياسي، وأصبح الاتهام هو الدليل، فأي حد يشك في حد تاني يتهمه ويبلغ عنه فيقبضوا عليه ويتعرض لأشد أنواع التعذيب عشان يعترف بحاجة هو ما عملهاش، ومش هيسيبوه غير لما يعترف على ناس تانية إن هي تبع الاتحاد السوفيتي من غير أي دليل. الموضوع وصل لأنهم نفوا الممثل الشهير تشارلي تشابلن من أمريكا عشان شاكين إن عنده ميول شيوعية، وكمان الكاتب المسرحي الشهير آرثر ميلر منعوه من السفر عشان طلبوا منه كتابة أسماء زملائه من المبدعين والكتاب اللي عندهم ميول للشيوعية، فرفض ميلر بشدة وقال جملته الشهيرة: ضميري لا يسمح لي بتدمير حياة رجل آخر لمجرد إنقاذ نفسي. وصلت المكارثية لذروتها ثم انهارت سريعا سنة 1954 عندما ارتكب ميكارثي خطأه الأكبر بفتح تحقيقات وتوجيه اتهامات بالخيانة ضد الجيش الأمريكي. تم بث جلسات الاستماع عبر التلفزيون المباشر، فشاهد ملايين الأمريكان أسلوب التنمر والافتقار إلى الأدلة الذي يتبعه ميكارثي. وفي إحدى الجلسات وجه له محامي الجيش حديثه وقال له: أما من حس باللباقة لديك يا سيدي ألم يتبقى لديك أي قدر من الذوق؟ بعد الحادثة دي صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إدانة وتوبيخ ميكارثي رسميا سنة 1954 لتنتهي حركته وتتراجع قوته السياسية حتى وفاته سنة 1957، ونجت أمريكا من حركة كانت ممكن أن تسقطها، لكن الأندلس لم تنجو. فنتيجة الشك اللي بيؤدي إلى الفتنة ثم القتل تكونت الطوائف في الأندلس وعرفوا ملوكهم بملوك الطوائف، فاستعان بعضهم بعدوهم لينصرهم على إخوتهم فانهزموا جميعا وانتصر عدوهم وسقطت الأندلس سنة 1492. لكن إيه هو الوقود الأكبر للعملية دي كلها؟ الوقود الأكبر هو الجهل. القصة لو تفتكر فهي بدأت بطفل بيقرأ قصص دفع الحي كله تجاه الشك، كمان هو نفسه اللي وصف بيوتي بالوحش، وده دفع ان تشارلي يضرب عليه نار. لكن العيب مش في الطفل لانه طفل، العيب في الكبير الجاهل اللي صدق الطفل. اذا الحل هو العلم والمعرفة، الحاجة اللي بتهندم عقلك وبتخليك ما تندفعش تجاه الهاوية، الحاجة اللي بتخليك تسأل وتتفحص وتشوف هل ما يقال في الأخبار مثلا صحيح ولا لا، ولو صحيح فإيه هو الدليل، ولو الدليل بيأكد على صحة هذا الخبر فإيه أفضل حاجة ممكن نعملها من ضمن الحاجات المعروضة قدامنا، إيه أفضل اختيار ممكن نقوم بيه. حفظ الله لبنان والسودان وجميع الدول العربية. شكرا. سلام.